اسمع كابتن اينو بيقول لك الفرق بين الاهلي والزمالك ايه؟ هقول لك على واقع. قول لي. ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش، اي ماتش قمه. طبعا. الاهلي هوريك الفرق بين هنا وهنا في ماتشات القمه. انا لعبت هنا وهنا ماتشات قمه كتير، تمام. سواء وانا في الزمالك لعبت ضد الاهلي وانا في الاهلي لعبت ضد الزمالك. بص بقى الفرق، لعبت الاهلي لما رحت الاهلي عندنا الزمالك بنروح المعسكر عادي، لعبنا الماتش وخلصنا. طبيعي ان الاهلي بيكسب. انا 5 سنين كسبت فيهم الزمالك، ماشي. كل ماتش قمه بنكسب. تلاقي تاني يوم الصبح، انت عارف جوزيه كان التجمع 7:30 الصبح، كل اللعيبه 7:30 تلاقيها موجوده بالنجوم. ما ابو تريكه بقى نجم النجوم، جايب الجون امبارح لسه من كام ساعه، اغيب او انزل بقى رجلي مش قادر اعمل تلج ومحدش هيقول له حاجه، اتعوج. ما انا النجم كله تلاقيه في التمرين الساعه 7:30 زي الكتاب ما بيقول. تعالى الناحيه التانيه، السنه دي اللي كسبنا الاهلي رايح جاي، مم. تعالى بقى تاني يوم التمرين اللعيبه كلها، انا كسبان بقى الاهلي بالنسبه لهم. لما الزمالك يكسب الاهلي انت كده عملت. الناحيه التانيه عادي، ماتش زي اي ماتش ب3 بونت، تلاقي اللعيبه كلها ايه. فعلا. هنا بقى تلاقي الكابتن مش هقول بقى باسماء، لا قول اسمع. ممكن ما يجيش التمرين، جمال حمزه ما يجيش التمرين اصلا. احنا كسبانين امبارح بقى الاهلي، نقعد اسبوع في فرح. مفيش عقوبات ومفيش حاجه. حد يقدر يقول له حاجه؟ جمال حمزه كان صاحب النادي، مم. كابتن حازم كان صاحب النادي.